ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير واتمنى يعجبكم الفيديو ده وفكرته الجديدة. النهاردة هنعمل مع بعض قصة بنطلون اطفال. معانا هنا متر الا ربع قماش، ومعانا بنطلون. اول ما كنت ابتديت اتعلم خياطة عملت البنطلون ده مش من قماش شارياه خالص، ده كان من دريس عندي جينز، وطلعت منه البنطلون ده. بس البنطلون كان عملي جدا وكان ممتاز، يعني يعتبر البنوتة لبسته فترة طويلة جدا، ومع ان هو في بعض العيوب اللي موجودة في التشطيب بتاعه، لاني طبعا ما كنتش متمكنة فيه قوي. بس انا حبيت اجيب لها قماش بقى واعمل لها حاجة نفس المستوى بس بطريقة احترافية شوية. هنا البنطلون باخد بس الطول والكالوش بتاعه، لان هنا التاني ده كان مقصوص قص الكالوش. هنا احنا مش هنعمله كالوش، احنا هنعمله وايت ليج. فهبتدي ان انا اخد الطول بس بتاع البنطلون بتاع البنت والعرض اللي انا عايزه اوصله، وبرده الزياده دي بحافظ على اني اطلع الزياده من بواقي القماش تكون كامله على بعضها، بحيث ان انا ممكن ادخلها في شغل تاني او استخدمها في حاجه تانية، او حتى لو احتجتها لقص بنطلون او حاجه برضو من نفس الخامه دي تكون تقدر تساعدني ان انا استفاد بيها. بنفس الطريقة دي بنبتدي ان احنا ناخد حردة البنطلون وعرض الرجل، وقصينا هنا اهوت الاربع طبقات زي ما احنا متعودين، وهنبتدي ان احنا نقص الطول. طبعا انا هنا في كل ده باخد المقاسات واخدها بالزيادة، بحيث ان انا في التقفيل لما احس ان انا محتاجة اشيل منها اشيل، مش محتاجتش اشيل يبقى انا كده كده اوريدي قصه بزياده. الجزء اللي انا بقصه ده قدام مع حضراتكم الجزء اللي هو بتاع الجيب، اللي انا هعمل منه اللي انا هعمل جنبه الجيب بتاع البنوته. بعد كده دي الجزء بتاع الزرار بتاع البنطلون، اللي هو يعتبر وسط البنطلون. بيبقى طبعا كام، بيبقى يعني 6 سنتي بالنسبة للأطفال يعني. وباخد العرض ده تبع عرض البنطلون اللي قدامنا، وبيبقى فيه زيادة شوية بحيث ان انا اشوف بقى لسه هركب له مثلا زرار، ولا هركب له كوبشة، ولا يبقى ايه نظام وضعه ايه مع تركيب السوستة. وهنا الجزء ده بتاع الجيب. على فكرة البنطلون ده يعتبر بيتقفل كله كامل تقفيل اسمه تقفيل نظيف. طبعا الناس اللي فاهمه النقطه دي هتفهمني ان الجزء ده بيتركب تقفيل نظيف، لانه هو بيتقفل دبل، يعني 2 على بعض، وبنقفله اكنه بنطلون جينز جاي من المصنع بالظبط. وعلى فكره ده مش محتاج حد محترف ان هو يعمله، هو لمجرد ان انت تفهمي الفكره وتعرفيها بتنفذيها بشكل جميل جدا وبيطلع معاكي بطريقه احترافيه. ده الجزء اللي انا بقصه، ده الجزء الامامي للبنطلون. دايما في البنطلون بيبقى الامامي فيه سنتي اقل في الرجل والوسط، لان طبعا الهانش بياخد رفعه للبنطلون، فبندي للجزء الخلفي اكتر سنه من الجزء الامامي. وكذلك مرد البنطلون وهو ملبوس بيبقى محتاج يكون مفرود من الامام، فبندي برضو نفس النقطه ان احنا بنشيل منها الجزء ده عشان يطلع البنطلون مظبوط جدا في اللبس. وده الجزء بتاع الجيب هبتدي ان انا اقصه وانا شغاله، عشان وقت التنفيذ ممكن في بعض الحاجات بتبقى طبعا محتاجه تعديل بسيط، او في هفوات بتصير. ففي حاجات الواحد يتعلم من كتر الممارسه ان هو ما يقصهاش الا في اثناء الشغل بتاعه على المكنه. وهنا طبعا ابتدينا نتنقل على المكنه وهنبتدي ننفذ الموديل بتاعنا. وزي ما قلت لحضراتكم ان هنا الموديل ده احنا هنعمله تقفيل نظيف زي ما انتم شايفين الخطين الموجودين معانا في الجزء اللي انا قفلته ده. الجزء اليمين من البنطلون هبتدي ان انا اقفل الرجل الشمال مع الجيب. وطبعا هنا الجيب بيتقفل في الاول خالص، لان انا عاملاه جيب خارجي اللي هو بيبقى ظاهر، فببتدي ان انا اقفله على الجزء لوحده بحيث ان انا الفينش بتاعه برضو اطلعه بكفاءة كويس. تمام كده. وهنا دلوقتي انا ابتديت ان انا اقفل الجيب للبنطلون بعيد عليه 2 اكني بالظبط عاملاه في المصنع، يعني بحيث ان التقفيل يبان ان هو يعني الفينش جيد.
وده كده الرجل التانية. دي بقى الجزئية اللي انا كان نفسي اصورها بشكل افضل من كده، مش عارفة هي باينة لحضراتكم ولا لا، ان احنا بنحط الاتنين على بعض ونسيب سنتي زيادة من اتجاه واحد فيهم. بعد كده لما احنا بنسيب السنتي ده بنبتدي ان احنا نطبق الجزء اللي هو بعد كده بقى هنا الجزء ده اللي هو السنتي الزيادة. ببتدي بعد كده ارجع اتني الجزء الزيادة ده واقفل انا البنطلون، اقفل انا على البنطلون من الظاهر بتاعه. فيبتدي نلاقي ان النتيجة هنا عندنا خياطين ماشيين زي بالظبط الخياطين اللي انا كنت بعملهم في الجيب كده بالظبط. بتلاقي هنا ان في هنا 2 خياطين ومن جوه تقفيل نظيف جدا، مش محتاجة لا سرفلة ولا اي حاجة. وهنا طبعا بحط الجزئين مفرودين على بعض عشان اخيط الجزء اللي هيتحط فيه السوستة واثبت الجزء الخلفي للبنطلون. يعتبر البنطلون ده كله بيتقفل، بيبقى فيه حاجات طفيفة جدا هي اللي بتسترفل. حتى الاجزاء اللي هي ممكن اللي انا بسرفلها ممكن على فكرة ان انا لو مش عايزة اسرفلها ما تسترفلش، واقفلها بنفس الطريقة اللي قلت لحضرتك عليها. بعد كده ببتدي ان انا اقفل الجزء اللي هو بين الرجلين. الجزء ده برضو بقفله بنفس الفكرة، ان انا بسيب مسافة وابتدي ان انا اتني الجزء الزايد ده داخليا على بعضه كده، يديني النتيجة بتاعة الخيطين اللي هما بيبقوا موجودين في الفينش بتاع البنطلون الجينز اللي بيخرج من المصنع زي ما شايفين في حضراتكم مع حضراتكم كده. بتمنى اكون يعني التصوير يكون يعني ماشي مع التوضيح او الشرح بتاعي، لاني انا التصوير عند المكنة بصراحة متعب جدا بالنسبة لي. بس بتمنى اقدر افكه باي حاجة بالنسبة للجزئية دي، لان هي الجزئية دي بجد لو طلعت بشكل جيد او قدرتي تنفذيها، ان هي سهلة جدا بس لمجرد ان انت تعرفي الفكرة. هي الفكرة الموضوع فيها الفكرة نفسها ان انت بس تعرفيها. وهتلاقي على فكرة مع السنتي ده ممكن مثلا حد يسألني سؤال يقولي هل السنتي ده مع كده انت كده بتلغي الجزء اللي بياخد الجزء اللي احنا سايبينه للامامي والخلفي؟ لا بالعكس، بتلاقي على بال ما بتاخدي السنتي من هنا والسنتي من هنا بتلاقي ان النتيجة ان الامامي قليل شوية عن الخلفي زي ما احنا قصينه بالظبط، لان طبعا احنا بناخد بنسب متساوية. فاحنا بالتالي ما فيش حاجة مثلا الجزء ده بقى بتاع السوستة، انا عايزة اداري السوستة طبعا، فانا ببتدي ان انا احط عليها الجزء ده زي حلية كده للبنطلون. وهنا هبتدي ان انا اركب الجزء ده زي ما انتوا شايفين كده. وطبعا السوستة زيادة في الطول لاني انا هعملها في هعمل فيها الجزء اللي هو الوسط بتاع البنطلون هيبقى راكب مع السوستة. طبعا السوستة هتكمل معي لان انا هنا كنت خلاص خدت القرار ان هيبقى الفينش بتاعها سوستة، مش هيبقى فيه لا زرار ولا كوبشة. وبالنسبة لهنا بقى ده الجزء الخلفي للوسط بتاع البنطلون. الجزء ده انا هعمله استك لان ده بالنسبة للاطفال عملي جدا بيظبط معايا. طبعا الوسط بتاع الاطفال بيبقى قليل مع البنطلون وايت ليج، البنطلون بيبقى واسع فده بيلملي جزء كبير جدا من البنطلون، ما بيخلينيش اضيق البنطلون من الجناب او يبقى مضايق الطفل. لا بالعكس، بيبقى الفينش حلو وفي نفس الوقت واخد لي الوسع اللي فيه كله، وفي نفس الوقت ما بيحتاجش ان انا كل ما الطفل يزيد ان انا اقعد اوسع له او اضطر ان انا اشوف حيلة لتوسيع البنطلون. ده بيتنيه معاكي لحد ما البنطلون يبقى اصلا هو اوريدي ما بقاش مقاس الطفل. تمام كده. ده الجزء اهو زي ما انتوا شايفين، ده وسط البنطلون. انا طبعا برضو نفس الفكرة بالنسبة للخياطة، خياطة البنطلون من الالف للياء هي فينش نهائي ان انا اطلعه زي المصنع بالظبط. ان انا عايزة احلي الخياطة متمكنة من فينش البنطلون كله. هنا الجزء ده انا بركب هنا الجزء بتاع الاستيك الخلفي، وهبتدي ان انا امشي على بقية البنطلون زي ما انتوا شايفين. هنا ممكن الفيديو هيبتدي ان انا مش هقدر اوريكم بقى الباقي لاني انا بضطر ان انا اسرفله الاول
قبل الخطوة دي. وبعد كده هبتدي ان انا اقفل تقفيل اللي حوالين السوسته وكده، وده الفينش النهائي للبنطلون زي ما حضراتكم شايفين. اتمنى ينال اعجابكم، واتمنى ان انا اكون فدتكم في الفيديو. ولو عندكم اي استفسارات او اي تعليقات او اي فكرة حابين ان احنا نشاركها سوا، ياريت تشاركوني بيها في التعليقات، واتمنى ان انا اكون فدتكم. وده طريقة عمل البنطلون بكل سهولة، وممكن اي حد يقصه لو مشي على نفس الخطوات دي. والسلام عليكم ورحمة الله.